كنت بمجلس الأعمال السوري التركي، كنت مارس الدبلوماسية التجارية. طبعا هيدي بالنسبة لي من أهم الحقبات ومن أكثر الحقبات اللي كانت منتجة. أسمع، بدك تسمحي لي، شو هي الدبلوماسية التجارية؟ هلأ الدبلوماسية التجارية هي قسم مهم كتير بالعلاقات الدولية. العلاقات الدولية لا تبنى على الدبلوماسية والشعارات والكلام فقط، أساسها هو الاقتصاد والتجارة. فالعلاقات بين الدول تترسخ بالاتفاقيات التجارية الأساسية. فعند اللي بيكون في وفود رسمية جاية على مستوى رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو وزير مختص بشأن تجاري أو اقتصادي، بيكون معه وفد مختص بهذا الشأن، فبالتالي بتصير في زيارات مع الأطراف المقابلة لهيدا الوفد، اللي هن بيكونوا رجال وسيدات أعمال، بيكونوا صناعيين، حرفيين، مستثمرين. تماما بهذا الشكل، صحيح؟ تماما. يعني عند اللي بتبني هيدي العلاقات بتم إبرام اتفاقيات استراتيجية، اتفاقيات يبنى عليها شكل العلاقة بين الدول. تتحول هيدي الشراكة لشراكة تجارية استراتيجية. عند اللي بتصير استراتيجية أصلاً بتوصل لمرحلة مهمة من العلاقة الدبلوماسية، لحد وصلت في فترة من الفترات التغت الفيزا بين البلدين، بين سوريا وتركيا. أنت شايفة هذا نتيجة العلاقات التجارية اللي كانت قبل وصلتها لهون؟ طبعاً.